بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي جلال خميس، مدرس مساعد بمعهد القومي للعلوم والليزر. انا عندي بس مجموعه اسئله واستفسارات، واتمنى ان حضرتك يعني تقبل استفساراتي وتجاوبني عليها. اول مجال، المجال الاقتصادي. احنا عارفين كلنا ان معدل النمو الاقتصادي زي ما الحكومه بتقول دايما حوالي 8% او 9%، بس وبنسمع في الجرايد القوميه ان برضه معدل النمو الاقتصادي ومعدل زياده الصادرات زاد، دخل من قناه السويس زاد، لكن احنا كشعب او احنا كافراد عاديين مش حاسين باي حاجه من الحاجات دي. وبأبسط شيء ان انا لما باجي اقرا جرايد المعارضه او جرايد المستقله زي المصري اليوم بلاقي حاجات تانية خالص، ولما انزل الشارع بلاقي حاجات تانية خالص. معدل الفقر 41 مليون دلوقتي مصري، ممكن نعتبرهم حسب تقرير التنميه البشريه الناتج من المنظمه العربيه حوالي 41 مليون مصري تحت خط الفقر، 12 مليون مصري بدون مأوى. مرض انتشار الاطفال زي ما حضرتك قلت لغايه دلوقتي لسه ما انتهاش في مصر. انفلونزا الطيور اللي هي انتشرت في معظم انحاء العالم جت في مصر واستوطنت وبقت من اعلى دول العالم في الاصابه بانفلونزا الطيور. ده بالنسبه للمجال الاقتصادي. بالنسبه للمجال الاجتماعي، احنا كشعب دايما كان مشهور عننا ان احنا ناس مرتبطين جدا جدا بارضنا. ومعدل الهجره عندنا في الشباب كان قليل جدا. دلوقتي حضرتك شايف معدل الهجره مرتفع جدا، واي شاب بيتمنى ان هو يخرج من مصر وما يرجعش تاني. و90% من شباب الباحثين او 95% من شباب الباحثين بيتمنى ان هو لما يخرج ما يرجعش تاني، لسبب بسيط ان مرتبه لما بيرجع هنا ما بيعيش، ما يقدرش يروح كده. انا عندي جاري استاذ في الجامعه بيجري ورا الاتوبيس، وبيجري ورا عربيه الميكروباص عشان يلاقي فيه مكان، عشان ما عندوش اي وسيله ممكن وسيله كريمه تساعده كاستاذ جامعي ان هو يروح شغل. ده بالنسبه للمجال الاجتماعي. ثانيا برضه في شيء ثاني، ان انا برضه بتكلم عن كشعب، انا ما بتكلمش عن كفرد. نسبة الانتماء عندنا كشعب قلت جامد. حضرتك لو نزلت دلوقتي وسط البلد، احنا قريبين من وسط البلد، وسألت أي مواطن هل عايز تعيش في بلدك ولا عايز تخرج وتعيش في دولة ثانية، هيجاوب بكل صراحة لا، نفسي أعيش في دولة ثانية، لسبب بسيط إن هو مش آمن على نفسه. مش آمن على نفسه ليه؟ لأن احنا بقالنا 30 سنة بنتحكم بقانون الطوارئ. أنا إمتى هنحس فعلا إن مصر بدأت تبقى آمنة إن ينتهي فيها الحكم بقانون الطوارئ؟ انا مش امن ان انا وانا ماشي في الشارع ممكن اي حد ياخدني ويعتقلني بسبب قانون الطوارئ. ثانيا بالنسبه للمجال السياسي او بالنسبه للاحزاب، انت عايز هي حاجه بسيطه. سؤال اخير بس، وانا بجد يعني انا سعيد جدا ان انا سعيد جدا في استفسارين بالنسبه للماده 76 والماده 77 في التعديلات الدستوريه الاخيره. دلوقتي الماده 76 بتتيح للمستقلين بصفه رسميه ان هم ينزلوا للشارع ويحتكوا بالجماهير ويطلع منهم واحد يمسك رئاسه الجمهوريه. احنا دلوقتي كشعب، احنا كشعب مصري عامه مش شايفين في الصوره غير حضرتك كممثل ممكن ينفع، او ممكن ينفع ان هو يمثلنا كرئيس للجمهوريه. انا عايز اشوف كذا فرد بحيث ان انا اختار من الافراد دي اللي يقدر يمثلني ويبقى رئيس للجمهوريه. ثانيا بالنسبه للماده 77، الماده 77 بتتيح لرئيس الجمهوريه ان هو يقعد فترات طويله جدا في الحكم. ليه احنا ما نقننهاش ونخليها حوالي 3 مدد ب4 سنوات او مدتين ب7 سنوات، بحيث ان انا كشخص او اي واحد من الموجودين عايز يطمح انه يكون رئيس جمهوريه في يوم من الايام، ده حق مشروع واكيد يعني ممكن يوصل لي في يوم من الايام لو احنا فعلا يعني قللنا قوي فترات الرئاسه او فترات الى ما لا نهايه ل7 سنوات او 4 سنوات في الفترات الرئاسيه زي معظم دول العالم. السؤال الاخير يا فندم، السؤال الاخير وصدقني وهطول باذن الله. السؤال الاخير، دلوقتي احنا شايفين في القنوات التلفزيونيه نسبه ان المشاهدين للقناه الاولى او القناه الثانيه قلت جدا جدا، ودلوقتي معظمنا بيتفرج يا اما على دريم او على المحور او اي حاجه عشان ياخد الماده الاخباريه منها او ياخد او الشيء الاخباري منها. بالنسبه للدش، طيب احنا دلوقتي ليه الناس بعدت تماما عن التلفزيون المصري واتجهت للفضائيات؟ لسبب بسيط، ان احنا ما بنلاقيش اللي احنا عايزينه في التلفزيون المصري، ما بنلاقيش الوجوه اللي بتتكلم عن مشاكلنا في التلفزيون المصري، ما بنلاقيش الوجوه المعارضه. احنا دلوقتي بنقول ماده حواريه والحوار اول حل للمشكله، ما بنلاقيش الناس اللي بتتكلم عن زي ابراهيم عيسى مثلا، زي اي وجه معارض، او اي حد من الاخوان المسلمين، او اي حد من حزب مثلا الكرامه، حزب الوسط، الاحزاب اللي هي لم يتاح لها الفرصه للوجود في الشارع.
احنا ما بنشوفش اي حد دول في التلفزيون المصري، بنلاقيهم على القنوات الحواريه او القنوات الفضائيه، فبنتجه للقنوات الفضائيه. انا بؤمن ان بلدي دي احسن بلد في الدنيا وتاريخها 7000 سنه، والغرب لغايه دلوقتي مبهور بالحضاره الفرعونيه زي ما انا مبهور جدا بالحضاره الفرعونيه. انا بقى اتمنى ان مصر توصل المكانه اللي تستحقها فعلا. نفسي اشوف مثلا هارد زي ما بشوف الهارد مكتوب عليه هارد الكمبيوتر مكتوب عليه ميد ان ماليزيا او ميد ان تايوان او ميد ان باكستان. او احنا كنا سابقينها بالاف السنين، دلوقتي هم سابقيننا بمئات السنين. انا نفسي ان مصر تاخد مكانتها، ان اشوف في مصر فعلا عربيه متصنعه تصنيع كامل في مصر، اشوف هارد كمبيوتر او جهاز كمبيوتر مصنع كامل في مصر، لان مصر فعلا تستحق ان توصل للمرحله دي. باختصار انا متفائل، وانا متفائل بالرغم ان عارف ناس بتشكك وبتحبط. اللي حصل في ال5 سنين اللي فاتت مش قليل.